ولع، الملعب ولع. مساء الخير، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في بدايه الحلقه السبسكرايب بتاعتك الجميله، فعل الجرس، اللايك الجميل سواء في اول الفيديو او في اخر الفيديو. بسم الله هنبدا الحلقه. فين الراجل البركه؟ فين العده بتاعتي؟ ايوه، تعالى. الكينج بتاعنا امسح الصوره. ايوه، هما الاثنين كنوج، يعني سواء ده او ده، بس ده اللي جايين نتكلم عليه في البدايه. علي معلول يا جدعان رقم واحد في افريقيا، سواء باك ليفت، وينج ليفت، صانع العاب. فاللي حصل معاه امبارح ده كان لازم اطلع واتكلم عليه. ده ولا تقول لي ولا كوكا ولا موكا هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ولا اي حد عندك في فرقتك، سواء في افريقيا او في اسيا حتى. باش نخش على اوروبا عشان الموضوع هيبقى وسع مني قوي. اللي حصل معاه امبارح بصراحه يعني ضايقني، فحبيت ان انا اول حاجه اطلع اتكلم فيها. ما ينفعش يبقى عندك لاعب زي علي معلول راجع من اصابه بقاله سنه وثلاث شهور، تقعده وتنزله في اخر 5 دقائق، لا وبتتنك عليه. لا اقعد شويه، لا تعالى، لا اقعد، لا تعالى خلاص هنزلك اخر 5 دقائق. فيعني الله اكبر بجد، يعني حاجه من قمه العبث ان انا اتفرج على علي معلول، احسن باك ليفت واحسن صانع لعب في النادي الاهلي، بينزل اخر 5 دقائق وبينزل يعني اللي هو بنقتته في ال5 دقائق اللي هينزلهم فيها. صراحه ما تقوليش بقى وحش في الناحيه الدفاعيه، ولا انت كده كده ما عندكش دفاع، فيعني ومغيره ومبدله مكان مين؟ مكان امام عاشور. كل الكلام ده هتكلم عليه في جوه اللي حصل في الماتش، بس يعني حبيت اتكلم في النقطه دي. علي معلول يلعب على اي حد في الناحيه الشمال في الاهلي، او حتى في اي فرقه في افريقيا كلها. دي النقطه اللي كنت حابب ابدا فيها في البدايه، سواء لعلي معلول. النقطه الثانيه الخاصه بياسر ابراهيم، الراجل ده عمل بالنسبه لنا في اخر 3 4 ماتشات اداء وانقذ الفرقه في كذا موقف. ماتش بتروجيت في الدقيقه 46 او 47 في الشوط الثاني، شال لك الكره من على الخط، والحاج من شاو بيحب ان هو ايه يطلع يتفزلك، وبيدور على حاجه جوه ال 18 ده، واقف لك على الخط مستني الكره، والحمد لله ايه شالها. في ماتش سيراميك كليوباترا برضو لحقك في الدقيقه 94، في اخر دقيقه خلاص انت الحكم كان هيصفر، ده واقف لك جوه الجون، وقام شارك الكره من على من جوه الخط ال6 يارده. المنشاوي كالعاده مش عارف، انا ما بعرف، انا معاق ومحتاج اتعالج. انا معاك ونازل في حب مصر. فالحمد لله عدت على خير. دول النقطتين الاساسيين اللي كنت حابب اتكلم عليهم. نيجي بقى للعبث اللي حصل في ماتش امبارح واللي كان هيغلطنا كلنا. عماد النحاس، انا كنت قلت الماتش اللي فات او الفيديو اللي فات يكمل وياخد فرصه لكاس العالم وكل حاجه من الحاجات الحلوه الجميله دي، ونبقى مع المدرب المصري وايدك في ايدي وهنعمر البلد كلنا. لا، الغي الرحله خالص. كل الكلام ده الغيه بعد اللي شفته امبارح ده. انت منافسينك فعلا على مدار ال5 ماتشات مش هم المنافسين اللي تقول انا فعلا اديله فرصه. الراجل اللي لعب قدام كذا وكذا 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 باداء كويس. لا، المنافسين بتوعك اصلا على قدهم، مفيش غير ماتش المصري وماتش البنك، والاثنين انت لعبت فيهم يعني خرا كروي بمعنى اصح. وبالذات ماتش امبارح، انت داخل الماتش ما فيش مثلا الفكر او لعب معين، مثلثات مثلا او اختراق من العمق. مثلا ما فيش كور، حتى الكوره الانجليزيه اللي هي من اول الملعب لاخر الملعب انت حتى ما بتعملهاش. انت بتعتمد على مجهود فردي سواء من بن شرقي او من امام، وده اللي حصل في الجول الاولاني من بن شرقي ومن امام. امام بدا الكره من بعد قبل نص الملعب وداها لبن شرقي، وبن شرقي قام عاملها غمزه بسيطه كده لامام، وكالعاده امام بالشوطه بتاعته في المقص جول. الحمد لله عدت ونلمم اوراقنا ونتكل على الله، نخش الشوط الاولاني واحنا 1-0، يقوم داخل لنا بقى ايه يوقع النور. ودي الحاجه اللي مضايقاني دايما من الشناوي. يعني الماتش بتاع بيراميدز، نفس الكوره بنفس الجون، يوقع النور مسك الكوره تحت رجله ولف وشاط والدنيا تمام في محمد الشناوي حارس بيراميدز. انت يا احمد الشناوي انت المفروض معاك ميشيل يانكون والمدربين الحراس والناس الحلوه الجميله بتاعتك دي، وانت كواحد يعني حارس مرمى منتخب مصر، بالعقل كده انت المفروض بتحلل اداء الفرقه اللي انت هتلاعبها، والمهاجمين بتوعها بيتحركوا ازاي، هيشوطوا ازاي. يعني طريقه اللعب على الاقل على الاقل يبقى عندك فكر ان زي ما شفت ده الماتش اللي قبله، ده الماتش اللي هم بتاع البنك الاهلي وبيراميدز، الماتش اللي قبله نفس الجون اللي دخل في محمد الشناوي هو نفس الجون اللي دخل في احمد الشناوي في ماتش بيراميدز. فيعني انت لو كنت بس كلفت خاطرك وبصيت على
على الماتش وحللت طريقه لعب ياو النور ده بيعمل ايه جوه ال 18، كان زمان الكره دي اتصدت عادي. بس طبعا احنا بنتكلم مع واحد اصلا ايديه مقطوعه وحالته بالبلا اخر كام ماتش. فالحمد لله ان هي ماشيه معانا بستر ربنا. دخلنا الشوط الاولاني 1-1 والدنيا مشيت زبادي خلاط لحد ما عماد النحاس قرر يفتكس هنا هيجي بقى شغل المعلمين الكبار. ويشيل لك بن شرقي. طب انت تشيل بن شرقي ومخلي طاهر محمد طاهر انت بتحبه وراجل فايتر وبيجري الملعب من اوله لاخره، وبن شرقي ما بيدافعش. حلو جميل، بس بن شرقي حلوله اكتر يعني بالعقل اللي ربنا اداهولنا. انا شايف لاعب اللمسه بتاعته الكواليتي اللي بتاعته في الملعب مش موجوده عند اي حد في الفرقه عندك. تقوم انت مطلعه ومش فارق ونزلت قفشه ولا نزلت السوليه ولا نزلت مين على دماغه، مش فارق، مش مهم، اللي نزل نزل يعني. ما اضافش جديد. كان ساعتها حسين الشحات جميل زي الفل تمام. عندك امام عاشور. امام عاشور في الدقيقه 95 تقوم سحبه ومنزل علي معلول. هي بقى دي الكارثه. هو انت بتتكلم دلوقتي انت بتشيل يعني واحد انت هو الوينج بتاعك وتنزل وينج، بدل ما تشيل الباك ليفت اللي هو كوكا. وكده كده علي معلول انت عارف ان هو دفاعه مش احسن حاجه، يبقى علي معلول يساند امام عاشور. لا، تقوم شايل امام عاشور ومنزل علي معلول، اللي هو يعني قصب بقصب، تبديل نمطي يعني، اللي هو حاجه توجع القلب. بس برضو الحمد لله ستر ربنا ودعوات الاهلاويه مشيت معاك. وياسر ابراهيم اللي اتكلمنا عليه في البدايه ان هو شال لك كورتين سواء في ماتش بتروجيت ماتش سيراميكا، يطلع لك في الدقيقه 95 يسند لك الكره وسام، ويجي اسامه ابو علي ويلحقنا برضو كالعاده. الماتش الثاني ايدك على قلبك ومستني بقى الوقت يخلص. يعني احنا ملوك الدقيقه 90 والكور اللي بتيجي في اخر دقيقه سواء اجوان او كور تشال من على الخط، كل الكلام الجميل ده حلو وزي الفل وعلى راسي. بس انا بالنسبه لي انا عايز حاجه اتفرج عليها زي ايام فايلر كده. راجل كان بيخش يخلص لك الماتش من اول 35 دقيقه، سواء بقى بتفندر واحد خمسه بيهاجموا قدام والدنيا تبقى خلاص معاك في الشوط الاولاني انت 4-3-0. داخل الشوط الثاني بتجرب لعيبه. نفسي ارجع بقى الايام دي تاني. فربنا يكرم كده الفتره اللي جايه، المدرب اللي جاي من اورلاندو بايرتس ده يعمل معانا اي حاجه احس منه باي تغيير. ما اتوقعش حد هيبقى زي الفايلر، بس ادينا بنجربه وهنشوف يعني، سواء في ماتش فاركو او في كاس العالم للانديه. يعني ده هيبقى يعتبر اختبار حلو للراجل ده. ان شاء الله يا هيكمل يا هيتم اقالته ونشوف حد غيره ونقعد نسمع بقى اسماء كتيره. ربنا يعديها على خير الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. باذن الله يوم الاربعاء اللي بعد الجاي هيبقى ان شاء الله يوم الاحتفال بالبطوله. كانت حلقه النهارده في الملعب ولع. ان شاء الله الحلقه اللي جايه بعد ماتش الاهلي وفاركو لما نحتفل بالدوري ان شاء الله. وزي ما قلت في نص الفيديو كده هسيب رقم مستشفى العباسيه لكل الزملكاويه اللي عايزين يتعالجوا بعد الاحتفالات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. عديه على خير كده ان شاء الله لحد يوم الاربعاء اللي بعد الجاي. ما ننساش السبسكرايب وتفعل الجرس بتاعنا الجميل واللايك المتينه بتاعتك. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي بعد الجاي الاهلي وفاركو. سلام.